الواد فين؟ الواد نايم فوق. اهلا وسهلا بيكم وتاني حلقه في رمضان. هنفضل نعدهم بقى لان هي ايه بتمشي كده بالزق يا جدع. الواحد بيفطر من هنا ويتيس يقول لك ولا فانتزي ولا غيره. تخيل بقى تقوم تصور وتحط كشافات وتحط كاميرا وانت بقى انا طبعا واصله لك الحلقه بتقول لسه هفتح واسمع ورغي وعك يا عم ماشي. بس خلي بالك اهم جوله في الموسم هي الجوله دي. ركز جدا وخلي بالك انا بقول لك ايه اهم جوله مش الجوله الوحيده. يعني ما تبيعش نفسك للجوله 29 وتسيب بقيه الموسم. لسه في عندنا 9 جولات فركز في الجوله دي عشان هي مهمه جدا وفي نقدر نطلع منها بكميه استفادات حلوه قوي. الحلقه دي هتكون حلقه مكمله للحلقه بتاعت الجزء الاول اللي هتلاقيها في الاي فوق ومهمه جدا 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 لان هنتكلم فيها ازاي تستخدم الخواص بتاعتك، امتى تبقى تقدر تكسب جدا لما تفعل البنش بوست، امتى تشغل الفري هيت عندك، ولو ما عندكش وايلد كارد النهارده هقول لك ازاي تقدر تعمل وايلد كارد بدون ما تخسر ولا نقطه. بس انت بقى وريني دعمك الحلو كده وانزل حط لي اللايك بتاعك بعد اذنك واشترك معانا لو اول مره تشرفنا وتنورنا. ما تنساش تفعل جرس التنبيهات بتاعتك وتتابعنا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك. ويلا بينا نخش في حلقتنا. ندخل بقى سريعا نبص على ماتشات الجوله وزي ما انت شايف كده الجدول يا دوب الشاشه جايباه 16 ماتش في الجوله 29. طبعا اهمهم والبدايه هتكون طبعا البدايه هتبقى يوم السبت لحد يوم الاربعاء. كل يوم عندنا ماتشات. هيبقى يوم السبت عندنا البدايه مع السيتي وليفربول. وطبعا زي ما انت عارف من غير ما اقول لك عم غندي قاعد مستنيك. يعني بص ما اوعى عقلك يوزك في كابتنه في الماتش ده. هيجي بقى بعد كده عندنا اعاده الماتش نهائي كاس الكاراباو ما بين اليونايتد وما بين نيوكاسل. وكمان بقى بيجي عندنا الفرقتين اللي قاعدين نجيب منهم 2 و3 لعيبه هيروحوا ضاربين في بعض، برينفورد مع برايتون، وربنا يستر ونطلع من العركه دي على خير. وكمان بيجي عندنا كمان قمه تانية ما بين ليفربول وتشيلسي. فبص شويه ماتشات عسل بتعوضنا عن الايقاف اللي كان حاصل الفتره اللي فاتت وربنا يستر ونطلع منها باحسن النقط. طيب قبل ما نبدا سريعا كده افكرك لو ما حطيتش التوقعات بتاعتك لمين احسن لاعب هيجيب نقط في حراسه المرمى وفي الدفاع وفي خط الوسط وفي الهجوم انزل حطها دلوقتي سريعا عشان نشوف مين هيكسب معانا في مسابقه التوقعات الاسبوع ال 29. تعالوا بقى ندخل سريعا نتكلم على اللعيبه اللي قربت من ال10 انذارات واللي هو وضعهم في خطر. لان اللي بيجيب 10 انذارات زي ما انتم عارفين بيتوقف ماتشين وهو الموسم كله على بعضه فيه كام ماتشين يتوقف. فعشان ما نريسكش في الموضوع ده لسته اللعيبه اللي انت شايفها قدامك دي ابرز اللعيبه اللي يهمنا ان احنا نبص عليهم منها هو توني وماديسون. توني عنده 9 انذارات. لو عندك خليه، لو مش عندك ما تروحش تجيبه. بس اول ما هيكون الانذار العاشر طبعا مش هنفكر هنطيره على طول. بس ما تروحش تجيبه. ماديسون بقى وضعه مختلف. ماديسون عنده 8 انذارات وعلى بعد انذارين من الايقاف. لو ماديسون مش عندك برضه بقى روح هاته لان ماديسون ماتشاته حلوه قوي وهكلمك في الجزئيه دي قدام وبالتفصيل. تعالى بقى نتكلم على الخواص ونعمل ايه في الخواص. بس قبل ما نتكلم على الخواص تعالى اما اقول لك لعيبه الفانتزي حتى الان اخبارهم ايه في الخواص ومستخدمين ايه. نبدا بالفري هيت. الفري هيت زي ما انت شايف في 41.5% مستخدمين الفري هيت حتى وقتنا الحالي. يعني نص اللعبه لسه ما فعلتهاش. فانا شايف ان الاسبوع ال 29 هيبقى اوبشن حلو جدا لو مش هتفعل فيه البنش بوست او عندك البلانك بتاع ال 32. لان الفرق اللي مش هتلعب في البلانك بتاع ال 32 تقيله. بنتكلم في يونايتد وسيتي وبنتكلم في برايتون وتشيلسي. يعني 4 فرق عندنا منهم ما لا يقل عن 6 ل 7 لعيبه. فده برضو اوبشن او ان انت تستخدمه في الدبل بتاع ال 34. عندك بقى 23.8% يعني تقريبا بنتكلم في ربع اللعب 24% استعملوا البنش بوست. يعني تقريبا عندنا 76% من اللعيبه ما استعملوش البنش بوست. واعتقد ان هم ان ما كانش كلهم نصهم هيستخدموه في الجوله ال 29 والباقي على الاغلب هيكون في الجوله ال 34. نيجي بقى مع احصائيه الوايلد كارد. واحصائيه الوايلد كارد حتى الان اللعيبه اللي استخدمت الوايلد كارد هم نسبتهم 28.9%. يعني بنتكلم تقريبا في 29% او 30% من اللعيبه استخدموا الوايلد كارد. طيب استخدمت الوايلد كارد وما عندكش وايلد كارد وفرقتك مضروبه بالنار، بعت نفسك لايفرتون وجبت منها تاركوفسكي ولا بيكفورد ولا جبت منها مش عارف مين ورحت جبت من وولفز حد ريسكايه وعندك لعيبه من ليفربول 3 وعايز تخلص منهم قبل الماتشات دي وعندك ماتي كاش اتصاب وجبت الميرون قبل الاصابه بتاعته وراح متصاب وعايز تبص تنفض الفرقه دي. بس هتماينس ازاي؟ تعالى بقى ما اقول لك تقدر تعمل. بص انسب وقت تقدر فيه تعمل وايلد كارد وانت ما عندكش وايلد كارد هي الجوله 29. وتعالى ما اقول لك ليه. النهارده انت عندك على سبيل المثال عندك ماتي كاش عندك موجود مصاب ومش هيلعب تمام وانت عندك البنش بوست عايز تفعله الجوله دي. تعمل ايه؟ تروح ممشي ماتي كاش وجايب مكانه وليكن لوك شو. يبقى انت جبته بسالب 4. طيب لوك شو ما انا بكلمك بس هتقول لي ما انت اهو
خلتني اغرم في -4. اقول لك طيب ما لوك شو عنده دبل، يعني هيلعب الماتشين. يعني بالميت لو لوك شو ما كحش كحه في الملعب ودخل فيه جوان وراح منه الكلين شيت، طلع لك ب4 نقط، وكسبت لعيب عنده دبل في ال 34، وكسبت لعيب عنده 3 في الاسبوع ال 30 هيلعب، في ال 31 هيلعب، غير ماتي كاش اللي مصاب وانت مش عارف وضعه ايه. فانت كده يبقى انت مشيت لعيب وجبت مكانه لعيب بدون ما تخسر. انت اي نعم في اللعبه هتتعمل لك -4، لكن اللعيب بتاعك اللي اصلا ما كانش هيلعب خلاص ده هيعوض لك الماينس بتاعك. نفس الكلام بقى لو عندك لعيبه من وولفز، عندك لعيبه من ايفرتون، عندك لعيبه من ساوثهامبتون، عندك لعيبه من ويست هام في الدفاع، ولا عندك لعيبه في النص زي بوين، كل دول لما تخلص منهم وتجيب منهم لعيبه عندها دبل في الاسابيع اللي جايه، اعتقد ان انا اقول لك اي سالب هتعمله في اللعيبه اللي زي دي انت ما بتخسرش فيه ولا نقطه، لان زي ما قلت لك اللعيب لو ما كحش في الملعب جاب لك ال4 نقط وانت احييت فرقتك لنهايه الموسم. طيب عملت اللي انا قلت لك عليه ودخلت الجوله دي بقى. طيب عايز تعرف تقول لي طب انا امتى اعمل البنش بوست؟ بص يا سيدي، عشان نبقى متفقين احنا داخلين الجوله 29 عندنا مينيمم في 5 لعيبه من فرقنا ما عندهمش دبل، وانا هنا بكلمك على هالاند وكين والثلاثه بتوع ارسنال، ادي 5 لعيبه ما عندهمش دبل، اتبقى عندك 10. عندك ال10 دول عندهم دبل، وقتي وبدون تردد تدوس على البنش بوست تقول له اكتف على طول من غير تفكير. فانت كده داخل الجوله دي احسن واحد موجود عندك اوبشن البنش بوست، 10 لعيبه عندهم دبل و5 عند كل الناس ما عندهمش دبل، ده البيست اوبشن للي هيعمل بنش بوست. عندك اقل من كده يبقى زي ما قلت لك على طول تروح تبيع اللعيب ده لو هو لعيب تعبان. يعني انا مثلا ما اقولكش انت عندك صلاح تروح تمشي صلاح وتجيب مكانه لعيب بالماينس، لا، لكن لو عندك تاركوفسكي تروح تمشيه، عندك لعيب مصاب زي الميرون تروح تمشيه، وهكذا. اي لعيب عندك انت شايف ان هو ما عندوش دبل ومش بيأدي او مش متاح الفتره اللي جايه، على طول تمشيه وتجيب مكانه لعيب بالماينس عشان يظبط لك الدنيا في الدبل ده ويكمل معاك لنهايه الموسم. طيب تعالى بقى نترجم الكلام ده في تشكيله فري هيت للي عايز فري هيت، او لو انت بتفكر في البنش بوست بص على التشكيله دي، هي دي برضو تبقى التشكيله المناسبه ليك. زي ما قلت لك 10 لعيبه فما فوق عندهم دبل، على طول ما تترددش في البنش بوست. تعالوا نبص التشكيله اللي عملتها لكم للفري هيت، فيها 11 لعيب عندهم دبل. تعالوا كده اما نشوفها مع بعض. مبدئيا في حراسه المرمى انا حاطط لك ستيل عنده دبل، وحاطط لك كمان بره كيبا عنده دبل، فادي 2 عندهم دبل. خط الدفاع عندنا استوبينان دبل، فيمينجز دبل، وتريبير دبل، وعلى الدكه عندنا شيلويل عنده دبل، وحطيت لك روميرو. هتقول لي طب ليه ما حطيتش بن مي ولا هنري هم عندهم دبل؟ هقول لك انا توقعي الشخصي ان روميرو هيقدر يطلع بنقط احسن من بن مي وهنري من برينفورد اللي عندهم دبل صعب جدا قدام اليونايتد وقدام برايتون. لما نيجي ندخل بقى على نص الملعب، ساكا في مارتينيلي طبعا ما عندهمش دبل وده وضع طبيعي لانهم عند اغلب الناس. وبعدين بقى الثلاثه التانيين راشفورد في ميتوما في ماديسون عندهم دبل، وفي الهجوم عندنا واتكنز وايزاك عندهم دبل، وبيجي بقى معانا كمان هالاند دكه برضو اي نعم ما عندوش دبل، بس طبعا هالاند ماست هاف. طبعا هتقول لي انا استفدت ايه لو انا بعمل فري هيت؟ استفدت بايه ب 11 لعيب دبل منهم 2 عادين بره عندي على الدكه؟ هقول لك بص، هي التشكيله دي انا شايفها احسن تشكيله للجوله. لو انت عايز فري هيت انا شايف ان فعلا، حتى هتقول لي هالاند دكه، اقول لك انا شايف ان هالاند الجوله دي قدام ليفربول وبدايه الجوله الافتتاحيه وغاندي ما اعتقدش ان الموضوع هيبقى سالك، فما اعتقدش. انا توقعي الشخصي كده. انت عندك حاجه تانية، انت اللي في الاخر، انت اللي عندك الباسورد وانت اللي عندك الكليك وانت تقدر تنفذ اللي انت عايزه. فدي التشكيله اللي انا شايفها مناسبه جدا للفري هيت، ولو عايز تمشي عليها كبنش بوست وتغير بالسالب زي ما شرحت لك قبل كده تقدر برضو ان انت تمشي عليها. نيجي بقى على اكتر سؤالين محيرين لكل الناس، نجيب بقى مين؟ نجيب مين من برايتون في نص الملعب؟ سولي مارش ولا ماك أليستر ولا ميتوما؟ طب نجيب مين جنب هالاند وكين؟ ايزاك ولا نجيب واتكنز؟ طب بص يا سيدي هجيبها لك بلدي كده. نبدا مع برايتون عندك ماك أليستر، عندك سولي مارش، عندك ميتوما. بالارقام وبالاحصائيات سولي مارش بيتفوق على الثلاثه، هو احسن واحد في الثلاثه سولي مارش بالارقام. بعينيك انت وبالفعاليه على المرمى ميتوما فرهود وحظه حلو، ونقدر نقول ان هو بيقدر يخطف، وكمان في التوقف الدولي قدر ان هو يجيب جون في ماتش اليابان. فميتوما فعال اكتر وممكن يطلع لك بنقط اكتر، ده لما بالعينين لما بنبص عليه في الملعب فعلا هو اقوى واحد في الثلاثه. بالورقه والقلم بقى ماك أليستر مكانه رقم 10، بيقدر يزيد في الضربات الثابته، بيبقى معاه كمان ضربات الجزاء، وشفناه هو يعني للاسف الثلاثه في الدبل بتاعهم اللي فات الثلاثه اشتغلوا. سولي مارش الماتش الاولاني جاب جون وما اتحسبلوش، الماتش الثاني جاب جون، ميتوما قدر ان هو برده يجيب جون ويعمل اسيست، ماك أليستر برده اشتغل، فالثلاثه محيرين. فانا بقول لك عايز تمشي مع الاحصائيات روح لسولي مارش، هتمشي مع عينيك واللي انت شايفه روح مع ميتوما، هتمشي مع
مع التوقعات ان بالمنطق هو ده اللي يجيب اكتر نقط ومعاه ضربات الجزاء، يبقى تروح على ماك أليستر او تريح نفسك من الفيلم ده وتجيب الثلاثه. طيب نعمل ايه بقى في السؤال الثاني يا سري؟ اقول لك بص يا سيدي، سهله وبسيطه. ادي الاحصائيه هي قدامك، ادي واتكنز وادي ايزاك وادي الميه الكتب الغطاس، الاثنين زي ما انت شايف النقط بتاعتهم قريبه لبعض. الكلام ده على اخر 4 جولات. لما تيجي تبص على الاسيستات، الاجوان ايزاك جايب اكتر من واتكنز. تيجي تبص على الاسيستات، لا واتكنز جايب اسيست، ايزاك مش جايب اسيستات. لما تيجي تبص بقى على الاكسبكتد جولز، اكسبكتد جولز بتاع واتكنز مخيف 4، الاكسبكتد بتاع ايزاك اقل منه بكتير، اكسبكتد اسيست واتكنز اعلى، البيج تشانس اللي بتوصل له 7 لواتكنز اكبر بكتير من ايزاك، البيج تشانس كرييشن يعني بيقدر يصنع فرص خطره بمعنى اصح الاسيستات برضه واتكنز اعلى. فبمعنى اصح الناس اللي بتخدم على واتكنز، ان كان بقى بنتكلم على ماكين، بنتكلم على بونديا، بنتكلم على دوجلاس لويز، نفس بقى الناس لما تيجي تتكلم عليهم في نيوكاسل تتكلم بقى ان الميرون اتصاب، سانت ماكسيمان مش توب فورم، بيجي بقى معاه ويلوك هو اللي وراه هو اللي بيخدم عليه، او لونج ستاف او جوالينتون. فالدنيا مش نفس الكواليتي هنا او هنا، وهنا شغالين استون فيلا والبيك بتاعهم طالع. وكمان لما تبص على الماتشات، ماتشات استون فيلا احسن من ماتشات نيوكاسل. كده انا ابقى حسمت لك الموضوع بالارقام ان واتكنز هو يعتبر احسن وحاسم واخطر على المرمى من ايزاك. نيجي بقى على نقطه ناس كتير متخوفه منها وبتقول لي انت ازاي بتراهن على اللعيب ده وبتقول ان هو ده الرهان وهو ده، وانا هنا بكلمك على ماديسون لما تيجي تبص على اخر 3 ماتشات، ارسنال في تشيلسي في برينفورد، خسروا ال3 ماتشات. لما تيجي تبص على ارقامه سيئه جدا، بس لما تيجي تبص عليه في الملعب لا ده خطير جدا، خطير جدا بجد. لكن للاسف بقى الكواليتي بتاعت لعيبه ليستر قدام هي اللي بتضيع، وهي نفس اللعيبه اللي بتيجي فجاه في ماتش بتلاقي بارنز وايناتشو بيحط لهم جونين بجونين. يعني ما تفهمش، يعني اول ماتش ماديسون لما رجع السيزون ده، اول ما رجع قدروا ان هم يكسبوا 4-4، جابوا في ماتشين 8 تجوان، وفجاه خسروا ارسنال في تشيلسي في برينفورد. فماديسون قماشه ثانيه غير لعيبه ليستر كلها في الملعب. فكمان لعب الماتش بتاع المنتخب الانجليزي، رجع المعسكر ولعب الماتش كمان، فده برضو بيديله دفعه نفسيه حلوه. والدبل بتاعه نقدر نقول ان دبل ليستر احسن دبل موجود، هيلعبوا مع استون فيلا وهيلعبوا مع كريستال بالاس، فالدبل بتاعه حلو وديفرنشال هايل جدا، خصوصا نسبه ملكيه ماديسون 10%، وماتشاته تقريبا للاسبوع ال 33 او 34 ماتشاته حلوه جدا. فانا رهاني على ماديسون، مكمل عليه، وبكره تيجي تقول سري ايه. تعالى بقى الحته اللي جايه دي للناس اللي بتحب الريسك وعايزه حاجه ديفرنشال تفرقهم شويه في النقط. وخلي بالك لما بقول لك ريسك وديفرنشال يعني لازم تتقبل ان هو ممكن يخيش، وتفرح قوي لما هو يعليك في النقط. وانا هنا بكلمك على وست هام انا هكلمك منها على 2 لعيبه. هكلمك على بالرحمه، اللي خلي بالك ان وست هام كانت الجوله 28 كانوا بلانك. بالرحمه في اخر 3 ماتشات قدر انه يعمل اسيستين وجول طلع منهم ب 19 نقطه، وانجز اخر 3 ماتشات جاب جولين طلع منهم ب 17 نقطه. يعني من الاخر الاثنين لعيبه دول هم تقريبا اخر 3 ماتشات هم كل حاجه في وست هام قدام. ووست هام الفتره اللي جايه مش هتفكر في ورا خالص، كل اللعيبه مندفعه لقدام، لان خلاص انت بتتكلم في هبوط، فامتى هنشتغل لو ما اشتغلناش الفتره دي؟ فده اللي انا براهن عليه في وست هام، ان هم الفتره اللي جايه هيبقوا مندفعين جدا لقدام. وكمان بالرحمه عنده اوبشن حلو قوي ان هو اللي ماسك ضربات الجزاء. نصيحه بقى للناس اللي عندها لعيبه من تشيلسي، وانا هنا بكلمك على بالاخص اللي عنده كيبا عندك العب بيه 29 والعب بيه ماتش وولفز ال 30، بس بعد كده اخلص من كيبا. عندك شيلول خليه، لان شيلول بيقدر يجيب لك مساهمات هجوميه حلوه قوي، فاوبشن حلو جدا كاوبشن دفاعي بيجيب لك نقط او بيجيب لك اجوان واسيستات. انما كيبا ليه تمشيه؟ لان كيبا بعد الاسبوع ال 30 هيدخل بقى عنده برايتون، عنده بعدين بلانك، عنده ارسنال، عنده برينفورد، فالدنيا هتبقى عكه جدا في الكلين شيت ورا. فانا نصيحه مني بقول لك اي حد بعد كده بقى كيبا اخلص منه وابدا بص على حد تاني، وليكن ستيل مثلا من برايتون. وانا لسه عندي كلامي بالنسبه لليونايتد والسيتي، هو لعيب واحد هالاند وراشفورد، ما تكترش عن كده. ولاعيبه برينفورد برضه هعيد لك اللي قلته لك في الحلقه اللي فاتت، لعيبه برينفورد يمشوا واحد ورا الثاني، خصوصا الدفاعيين ان كان بن مي ولا هنري ولا رايا، لان ماتشاتهم خلاص بعد الدبل ده ماتشاتهم هتبقى صعبه جدا ان هم يحتفظوا بكلين شيت. وكمان توني بعد خلاص على بعد انذار واحد من ال10 زي ما اتكلمنا عليه، وهيتوقف ماتشين، فبرضه تقدر تخلص منه مرتاح. وزي ما وريناك في الاحصائيات عندك واتكنز عندك ايزاك تقدر تختار منهم مرتاح، خصوصا ان يعني توني مش مغرقنا نقط الفتره اللي فاتت. بالنسبه لوضع الاصابات بعد التوقف الدولي فاتاكدنا ان هالاند وراشفورد موجودين. بالنسبه لفودن وماتي كاش مش هيكونوا متاحين، ودول اللعيبه اللي تقدر تطبق عليهم النظريه اللي قلت لك عليها. لعيب من ده عندك تقدر تمشيه بالسالب وتجيب مكانه لعيب، بس ضروري جدا يكون عنده دبل في ال29 وماتشاته اللي جايه كويسه عشان تبقى انت كسبته على الاقل ل5-6 جولات. ونيجي بقى مع الكابتنه، ونبدا مع الكابتنه المضمونه. الكابتنه
الكابتنه المضمونه هيكون معانا راشفورد اللي عنده دبل في ال 29 قدام نيوكاسل وقدام برايتون، ده اول اوبشن بالنسبه لنا ككابتنه مضمونه طبعا بسبب الفورمه بتاعته. ونيجي بعد كده بقى اللعيب الثاني اللي هيكون معانا في الكابتنه المضمونه برده عنده دبل في ال 29، وانا هنا بكلمك على واتكنز اللي هيكون عنده تشيلسي في ليستر سيتي برده كابتنه مضمونه. الاوبشن الثالث بقى على حسب مين فيهم عندك، مارتينيلي او ساكا، اللي عندك فيهم ممكن يبقى كابتنه مضمونه حتى وهو ما عندوش دبل قدام ليدز يونايتد. هقول لك على حاجه، تعالى بقى ما نحط كده في الكابتنه المضمونه اوبشن ما ينفعش ان احنا نتغافل عنه، وانا هنا بكلمك على لعيبه برايتون بتاعت نص الملعب، ميتوما، ماك اليستر، سولي مارش، اللي عندك منهم، وخصوصا انا بميل اكتر لميتوما ثم ماك اليستر. لو عندك منهم حد كابتنه في الجوله 29 ماتشهم حلو، عندهم بورنموث في برينفورد، فرايي ان دول اسهل ماتشات في ال 29. لو عايز فعلا تكابتن حد منهم ممكن تفكر فيهم جدا. تعالى بقى نخش على الكابتنه ريسكي. الكابتنه ريسكي هيكون هالاند قدام ليفربول، وابو مكه هيكون عنده الدبل بتاعه قدام السيتي وقدام تشيلسي. اما بقى الكابتنه الديفرنشال او المجنونه او الاوت اوف ذا بوكس، سميها زي ما انت عايز تسميها، هتكون من ويست هام، هيكون يا اما بالرحمه لو عندك او انجز اللي عندك منهم واحد منهم اللي هيكون عنده دبل في ال 29 قدام نيوكاسل وقدام ساوثهامبتون. عشان يبقى كده احنا قفلنا كل حاجه بخصوص الجوله 29. اتمنى ان انت تحضر الحلقه الاولى، لو ما كنتش حضرتها هتلاقيها موجوده في اخر الفيديو، هتلاقيها موجوده، اقدر روح عليها وشوفها، لان الحلقتين دول اعتقد ان انت لو تمام مشيت عليهم تدخل الجوله 29 وانت باذن الله ضامن لك فوق ال 100 نقطه بالميت في الجوله 29. اتمنى بقى ان انت تحط لنا اللايك بتاعك اللي بيبين دعمك للمحتوى بتاعنا، وتشترك معانا في القناه وفعل جرس تنبيهاتك. ما تنساش تتابعنا على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك. كان معاكم اسلام سري من 1 2 بالعربي. سلام.